السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، الأسرة أساس المجتمع، منها تفترق الأمم وتنتشر الشعوب، نواة بناؤها الزوجان، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والأسرة هي المأوى الذي هيأه الله للبشر يستقر فيه ويسكن إليه، وفي الزواج معمار الكون وسكن النفس ومتاع الحياة. بقيامه تنتظم الحياة ويتحقق العفاف. يجمع الله بالنكاح الأرحام المتباعدة والأنساب المتفرقة. وعد الله فيه بالغنى والسعة في الرزق، كما قال جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي النكاح تتسع الآفاق فيقرب البعيد ويبرأ القريب، وهموم الزوجين عديدة ومتشعبة، ولكن حسن العشرة وطيب المودة يبددها، كما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الأسرة عتاب ومودة، سخط ورضا، والرجل يرفع الأدب ويزكيه العقل، يضع من مودة أعلاها ومن المحبة أسماها، يعفو عن الخطأ ويتجاوز عن الزلل. والمرأة خلقت من ضلع أعوج، وبالصبر عليها تستقيم الأمور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. تذكر يا عبد الله، تذكر إن زوجتك هي حاملة أولادك وراعية أموالك وحافظة أسرارك. اخفض الجناح معها واظهر البشاشة لها، فالابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائن الصدور، والهدية بين الزوجين مفتاح للقلوب تبني المحبة والسرور. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، فإن كان في القوم كان رجلا. وكن زوجا مستقيما في حياتك تكن هي بإذن الله أقوم، ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، فالمعصية شؤم في بيت الزوجية. ومشاهدة الفضائيات يقبح جمال الزوجة عند زوجها وينقص قدر زوجها عندها، فتتباعد القلوب وتنقص المحبة وتضمحل المودة ويبدأ الشقاق. وكل زوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كما تحب منها.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. واستمع إلى نقد زوجتك بصدر الرحب، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الرأي فلا يغضب منهن. ومن علو النفس ألا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها، فمالها ملك لها، واحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها، وتذكر أن زوجتك تود الحديث معك في جميع شؤونها، فاصغ لها سمعك، فهذا من كمال الأدب. ولا ترجع إلى بيتك عابس الوجه، فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحديثك، ودعهم يفرحون بتوجيهك وحسن إنصاتك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها: مرحبا يا بنيتي، ثم يجلسها عن يمينه أو شماله. رواه مسلم. ويقول البراء رضي الله عنه: دخلت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أهله، فإذا ابنته عائشة مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ والقيام بأعباء المنزل من شيم الأوفياء. قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد. والكرم بالنفقة على أهل بيتك أفضل البذل، ولا يطغى بقاؤك عند أصحابك على حقوق أولادك، فأهلك أحق بك. ولا تذكر زوجتك بعيوب بدرت منها، ولا تلمزها بتلك الزلات والمعايب. واخف مشاكل الزوجين عن الأبناء، ففي إظهارها تأثير على التربية واحترام الوالدين، والغضب أساس الشحناء. ولا تترك لحظة غضب تفسد ما بينك وبين زوجتك، فعليك بالسكوت عند الغضب، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النساء عورة فاستروهن بالبيوت، وداووا ضعفهن بالسكوت. إن حق الزوجة على الزوج عظيم، أسرت بالعقود وأوثقت بالعهود. الزوجات يكرمهن الكريم ويعلي شأنهن العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها، وربما يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. رواه البخاري. والزوجة الحاذقة تجعل قلبها لزوجها سكنا، وتجعل في نفسها له الطمأنينة، وفي حديثها معه ابتجاجا وزينة، تصحبه بالقناعة وطيب المعاشرة، بحسن السمع والطاعة، تعترف بجميل الزوج وفضله، وتقوم بحقوقه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحدا لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. المرأة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذكرته بالله، وإن رأته يكدح للفانية ذكرته بالآخرة الباقية. لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله. تعين زوجها على بر والديه، فمن تحت أيديهما نشأ وعلى أنظارهما ترعرع. تطلب رضا ربها برضا زوجها، ولا تتبع هفواته، ولا تظهر زلاته. حافظة له في الغيب والشهادة، إن حضر أكرمته وإن غاب صانته. لا تثقل على زوجها في النفقة، همها طاعة ربها برضا زوجها، وتنشئة أولادها على الصلاح والاستقامة. لا ترفع عليه صوتا ولا تخالف له رأيا. بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة
من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن كثير رحمه الله: لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخط عليه يوما ولا أذته أبدا. وقد أوصت حكيمة من العرب ابنتها عند زواجها بقولها: يا بني إنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت. والعفة محور الحياة الكريمة، وزينة الزوجة قرارها في دارها. تقول عائشة رضي الله عنها: إن خيرا للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها، ذات الدين مطيعة لربها ثم لزوجها، لا تتعالى عليه ولا تتمرد على قوامته ولا تسعى إلى منازعته، تراها ساعية في راحة زوجها، قائمة على خدمته، راغبة في رضاه، حافظة لنفسها، يدها في يد زوجها، لا تنام إذا غضب عليها زوجها حتى يرضى. كل ذلك ليقينها بأن فوزها بالجنة معلق بطاعة زوجها مع قيامها بما فرض الله عليها. أيها المسلمون، النعمة لا تذكر بالخطيئة، وليلة زفاف الزوجة إلى زوجها من آلاء الله العظيمة، والابتهاج بها لا يكون بنزع الحياء فيها، فيحرم على النساء الملبس المتعري ليلة النكاح ولو بين النساء، لما فيه من الفتنة ومجانبة الستر والعفة. والمرأة مستضعفة، إن لم تؤخذ بيد وليها جنحت مع نفسها لهواها. والغناء والمعازف في ليالي الأفراح وغيرها محرمة، وفي كذلك التصوير من كبائر الذنوب، متواعد صاحبه ببلوج النار. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وقد تتسرب صور النساء إلى غير المحارم من الرجال فتنهار بذلك البيوت. وقد أفتى أهل العلم بحرمة إجابة دعوة فيها منكر لا قدرة على تغييره، وإن التذبير والإسراف في حفلات الزفاف من الشيطان. يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أيها الآباء، هناك فئة من النساء قد دخلت بوابة العنوسة، لم تنعم بالزواج والأمومة، بددت حياتها بشروط وهمية في اختيار زوجها، وأخرى آثرت التعليم على بناء الأسرة، ففوجئت بإعراض الأزواج عنها لتقدم سنها. وما قيمة الشهادة مع الحرمان من الزوج والأبناء؟ ومن الآباء من ظلم ابنته وأذاقها ألما وحسرة بتأخير زواجها جشعا في وظيفتها ومالها، ومنهم من ظلمها بتزويج ابن عمها قصرا اتباعا للتقاليد والأعراف المخالفة لشرع الله. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي بناتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. My brothers and sisters in Islam, the family is the foundation of any society, and from it nations are produced, which they spread and increase. The core of the family is the husband and wife, as Allah said in Surah Al-Hujurat: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. O mankind, indeed we have created you from male and female, and made you peoples and tribes, that you may know one another. Allah has made the family where people have peace, tranquility and stability,
Marriage is the permissible means by which to increase the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Marriage organizes one's life and provides protection. Allah has made marriage a way of joining different and distant family. Allah assured us that this is a sure way of increasing one's provision. As Allah said in Surah An-Nur, إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. If your wives are poor, Allah will enrich them from His bounty. Married couples have many problems regardless of who they are, but Islam provides us the answer on how to deal with these problems. For example, good treatment and kindness to one another helps resolve much of these. As Allah said in Surah An-Nisa, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. And live with them in kindness, for if you dislike them, perhaps you dislike a thing and Allah makes with it that much good. The condition of the family is constantly changing between calm and complaints. Man should always forgive mistakes and be kind, sensitive and sympathetic, because women was created from a bent rib, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take good care of women, for they were created from a bent rib, and the most curved part of it is its top, and if you try to straighten it, you will break it, and if you leave it, it will remain bent. So take good care of women. This hadith is reported in Bukhari and Muslim. So be kind to your wife and win her heart. Exchanging gifts is one way of winning the heart and is a reflection of one's love. Being easy upon one's wife is a way to achieve a lasting happy married life. Umar radiallahu ta'ala anhu said, a man should be like a child with his wife, happy and easygoing. But when he sat with men, he should act as they do. My brothers and sisters, we must be upright and straightforward men, and our wives, and thereby also improve and become more righteous. Do not look at unlawful things, because the evil consequences of the sin will impact upon your house. For example, looking at other women in a lawful manner cause one's wife to appear ugly and unpleasant, and lower one's rank in her sight, which is a reason why hearts become distant and love becomes less. Deal with your wife as you would like her to deal with you in all areas, because it is natural that she would like you to be with her as you would like her to be with you. As Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma said, I like to take care of my appearance for my wife, just as I would like her to beautify herself for me. The man is the shepherd for his flock and has the responsibility of the welfare of the household. In order to perform this responsibility, he should listen to his wife's affair, and he should listen to his wife's complaints with an open mind and heart, because the wives of the Prophet ﷺ would discuss their opinion without him becoming angry. Also, a husband should not take from his wife's wealth without her permission, because it belongs to her. Treat her kindly and be generous with her, and do not be stingy. Remember that your wife likes to talk to you regarding all her affairs, so you should be attentive and listen to her. Indeed, this is a reflection of perfect manners. Never go home with a gloomy face, because our children need to clearly see you and see our love and sympathy. We should be kind to our children and make them enjoy our presence, guidance and instructions, and always listen to them. Whenever the Prophet ﷺ see Fatima radiallahu ta'ala anha, he would say, welcome, O my daughter. Then he would seat her on his right or left. This hadith is reported in Muslim. And being kind
to the members of one's household, which reflects real manhood. As Al-Barra radiallahu ta'ala anhu said, I entered upon Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu in his house. He saw his daughter Aisha radiallahu ta'ala anha laying down with the fever. So Abu Bakr radiallahu ta'ala anha kissed her on her cheek and asked, how are you feeling, my daughter? Helping at whom is a sign of one's faithfulness. As Aisha radiallahu ta'ala anha was asked what the Prophet sallallahu alayhi wasallam would do while he's at home, she replied, he was just like any other human being. He would sew his garment, milk the sheep, and serve himself. Being generous with one's family is the best form of charity that one can give, and time spent with one's friend should not be at the expense of that which one's family, for they are worth to spend one's time with. And you should never remind your wife with mistakes that she may have done, nor hint about her shortcoming. We should hide our problems from the children, because it has a negative effect on them and reduce their respect to their parents. Not controlling our anger is the cause of all disputes, and the relation between a man and his wife is far too valuable to be ruined in a moment of anger. Remain silent whenever you become upset, and remember that forgiveness is closer to piety and wisdom. Umar radiallahu ta'ala anhu said, women should be kept at home and their anger dealt with by remaining quiet. We must not let shaitan win. We have the answer to our problem. We must refer to the Quran and the Sunnah. The husband and the wife must learn about their responsibilities and rights. The rights of the wife are great, and only a man with the taqwa will fully honor his wife and respect her. Aisha radiallahu ta'ala anha said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would always mention Khadija radiallahu ta'ala anha, and he would always slaughter sheep, divided it, and then distributed among her friends. He did this so much that I once said to him, you act as though there is no other woman apart from Khadija. The smart wife is the one who makes her heart a house of relaxation and tranquility for her husband, and who makes him feel joy just by talking to her. She lives with him in happiness and deal with him kindly. She obey him in all matters except for something that causes disobedience to Allah, and she acknowledges the favors that he has done for her by being grateful. Also she fulfills all their responsibilities. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if I were to command anyone to prostrate to any other human being, then I would have commanded the wife to prostrate to her husband. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah said, commenting upon this hadith, this is no right after those of Allah and His Messenger, which is of a higher priority to fulfill than that of the husband. The righteous wife reminds her husband about Allah when he becomes weak, and if she sees that he is becoming spoiled in this life, she reminds him of the hereafter. She helps him through the hardship of life and never expose his secrets. She always obeys him and support him in his dutifulness to his partner, because she realized that they were the one who raised him up. She seeks Allah's pleasure by blessing her husband. She looks after him when he is present and absent. She honors him when he is around and defends him when he is absent. She never overburdened him with unnecessary expenses.
Her main concern is to please Allah by pleasing her husband. She raises her children upon righteousness. The Prophet ﷺ gave his wife Khadija glad tidings of a house in paradise which is made out of pearls, and in which there will be no displeasure nor anxiety. Imam Ibn Kathir rahimahullah said, this was because she never raised her voice over the Prophet ﷺ and was never displeased him even for a day, and she never harmed him in any way. A religious woman who is obedient to Allah will never deal with her husband with arrogance. She always seeks his comfort and is always at his service. She will never go to sleep while he is angry with her until she has pleased him, because she realized that her success and her gaining of paradise is subject to her obedience to her husband, along with fulfilling her obligation to Allah. Of course, the obedience to her husband must not be disobedient to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. So there should not be any conflict. My brothers and sisters in Islam, gratitude for a favor from Allah can never be expressed by sinning, and it is important that we are aware of the weddings, proceedings, and gathering does not involve sins. The wedding night is one of the greatest favors of Allah upon the husband and the wife, and it is impossible that one's gratitude to Allah is expressed by the woman being wearing clothes that expose too much of her body, even if it's that only in front of other women. For this is a contradiction of shyness. We must know that women are weak and must be prevented from doing such acts by their guardians. Music during wedding is also prohibited. Photograph is also prohibited, and the person doing it is promised the hell, as the Prophet ﷺ said, every photographer is in hell. It is possible that photographs of women could accidentally get into the hands of those who is not permissible to view, which would lead the married house being ruined. Moreover, the scholars of Islam have ruled that this is forbidden. Also, accepting an invitation to a wedding which include haram is not permissible unless one is sure that they can prevent such haram from taking place. We should strive to start the blessing of a marriage in a halal way. My brothers and sisters, some women are too shy to complain. Their screams are hidden deep within their wounded hearts. Their lives are in emotion and struggle. They fear that their lives will be wasted due to the impossible conditions set for their marriage, which any potential husband could never agree to. Other women have favored the completion of their studies to getting married, and have then suddenly realized that men are not interested in them anymore because they are too old. What is the value of a degree that deprives women of a husband and children? Some fathers also have oppressed their daughters and made them suffer by delaying their marriage out of greed. Some wanted to take their daughter's salary, others forcibly make their daughters marry their cousin in accordance with oppressive tradition and custom which contradict the Islam. So let us live Islamic practically so that our young men and women will succeed by having Islamic marriage, because every day new trial emerge which make this an even more serious issue. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.